السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم مزيانه؟ نتمنوا على الله تكون الامور ديالكم كلشي بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن حال يا ربي. المهم اليوم بزاف البنات كيسولوني على الطريقه ديال البيتزا ديالي، وانايا حطيتها واحد المره ولكن ما حطيتش معاها من الاول حتى الاخر. واليوم البنات تابعوني على هذا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله بالطريقه ديال البيتزا ديالي. وغادي تخرج لي هذا العدد اللي غنعطيكم، يعني محتاجه ل50 حبه. وهانتوما البنات عندي هنايا كيلو ديال الفورس، وعندي هنا 4 ديال القمح. غنغرب له كل شيء ان شاء الله، وغادي نخلط الكل، وغادي نحيد منه شويه باش غادي نقدر ملي نبغي نطلقها به. غادي نحتاجو البنات معلقه كبيره ديال الزعتر، غادي نحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال الزيت كما كانت البلديه او الروميه اللي بغيتو. غادي نحتاج الملح على حسب الذوق، غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الخميره، غادي نحتاجو معلقه ديال السكر. يمكن لكم ديروا سنيده او سكر ثقيل، انا درت سكر ثقيل. غنحتاجو الماء الدافي، ملي كيكون الحال بارد كنديروا الماء دافي، في الصيف كنعجنوا الماء ديال الروبيني نيشان. المهم البنات هيا من بعد ما عجنتها نخليها ترتاح شويه، ندير ليها شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا في القصريه بحال هكا، ونغطيها بالمنديل ونخليها ترتاح واحد 15 دقيقه ان شاء الله. المهم البنات غادي ندوزو دابا يعني لاصوص، وباش غادي نعمرو البيتزا. انا عندي هنايا 3 الفلفلات صفرين، 3 خضرين، 3 حمرين، 2 بصلات، 3 ديال المطيشات باش غادي نصايبو لاصوص، وغتشوفوا شنو غندير معاه مازال. عندي هنايا 3 البواطات ديال الطول، عندي هنا موتزاريلا والفرماج، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، اللي كيبغيهم بزاف بالفرماج او اللي كيبغي فيهم شويه. عندنا هنايا 2 دراهم ديال الزيتون. وهانتوما البنات تابعوا معايا ان شاء الله اشنو غادي ندير. ندوزو لهاد الخضره هذه نغسلوها مزيان ونقطعها. وهانتوما البنات معايا، هانتوما البنات من بعد ما قطعت الفلافل والبصله غادي ندير شويه ديال الابزار، وغادي ندير شويه الملحه، وغادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي نخلي كلشي يتشحر ان شاء الله. المهم البنات هنايا حكيت 3 ديال المطيشات، وهانتوما غتشوفوا معايا العطريه اللي غادي ندير دابا. وعلى فكره البنات هاد لاصوص اللي غادي نوريكم دابا كيجي بحال لاصوص ديال البيتزا اللي كيتباع في القراعي ديال العلبات، يعني هو هاد المقادير اللي كيديروا فيه. هانتوما البنات شويه ديال الابزار، شويه ديال قزبور حبوب، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الزيت البلديه، ضريس ديال الثومه ما غنقطعوش حتى طيب، وغادي نحيدوه هكا صاين. وغادي نديروا البنات ورقه سيدنا موسى، انا عندي مطحونه راني درت شويه هنايا، وغادي ندير الملح على حسب الذوق، وغادي ندير البنات معلقه ديال الحبق مطحون، واليازير حتى هو مطحون، والزعتر. هادو هما السر ديال هاد لاصوص اللي كيجي بحال هذاك اللي كنشرو في الزنقه. هانتوما البنات وغادي ندير طويبه ديال السكر باش كتحيد لينا ديك الحموضيه ديال المطيشه ديال المطيشه اللي كتكون طريه، ومطيشه ديال الحك. انا غندير هنايا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال البواطه وصافي البنات، وغادي نخلي هذا الشيء يطيب. وغادي نزيد كاس صغير ديال الماء. غتقولوا لي علاش زدتي الماء؟ حيت لاصوص هذا كيكون خاتر. غادي نديرو دابا يطيب حتى يوقف لينا لاصوص. وهانتوما البنات وثقوا بيا جربوا هاد الطريقه ديال هاد لاصوص، كتجي رائعه وكتجي النسمه ديالها بحال هذيك اللي كتباع في البواطات في المحلات. المهم البنات من بعد ما درنا الفلفله ديالنا ولاصوص يطيب، دزت العجينه دابا. هانتوما انا ما كنخليهاش غليظه، يعني لاباط ما يعني حتى الكليان ديالي وانا ما كنبغيهاش يعني تكون
غليظه. ها نتوما من بعد ما طلقات هاني طلقتها دابا غادي نبدا. هذه البنات الصراحه سهله بزاف، احسن ما كتبقاو تقبوا بالفورشيط. يعني 15 درهم ولا 20 درهم، يعني ماشي شي حاجه كثيره، سهله وكتجي لاباط ديالها يعني زوينه، كيجيو فيها التقابيم قادين. هانتوما البنات، وانايا بغيت على هذا الحجم هذا، يعني فيه 3 العضات حتى لجوج، يعني هذا القياس اللي بغيت انايا. وغادي نقطعهم دابا ونديرهم يعني طيبوا نص طيبه عاد نعمر. ها هما من بعد ما قطعتهم ودرتهم في الطاوه ديال اللي غندخل الفران. هانتوما البنات من بعد ما طيبتهم وغنقول لكم شحال هذاك كيلو وربع، يعني كيلو ديال الدقيق وربعه ديال القمح، شحال خرجت ليا 95 حبه، يعني قياس ديال 2 عضات حتى ل3 هما هادوم. ولكن البنات لاباط هانتوما كما كتشوفوا يعني ماشي غليظه بزاف، يعني موين هي هذه، وكندير لها في الطياب يعني بحال هكايا غير تتبدا تصفر من التحت صافي. حيت انايا غنعمرهم وغادي نخليهم، يعني غنحتفظ بهم، يعني كتحتفظي بهم في المجمد في رمضان ولا من غير رمضان يجيوك الضياف على غفله ولا هذا، كتلقايهم يعني ناضيين، غير كتجبدي وكتسخني الفران وكتدخليهم حتى تكملي لهم الطياب ديالهم. وهانتوما البنات تابعوا معايا، غير حاجه وحده، كلشي يكون يعني طري، يعني ما تكونش شي حاجه في المجمد وعاوتاني تخرجوها، يعني من احسن كلشي يكون طري. انا بحال البصله والفلفله والفرماج وهذا وموتزاريلا وكلشي يعني عندي يلا جبتو طري، يعني حتى حاجه ما كانتش عندي في المجمد. هذه نصيحه يعني الا بغيتو تحتفظوا بهم بهكا باش كيبقاو لكم مزيانين وفي نفس الوقت ما نضروش صحتنا. المهم البنات، ها هي الفلفله والبصله من بعد ما طابت ودرتها في هذه الشبيكه هذه باش تكثر ليا الماء ديالها باش ما تبقاش فازكه. وغادي ندير عليها البنات الطون اللي درته في الصفايه باش يستكثر هذيك الزيت ديالو، وغادي نخلطو معاه باش ما يديش لينا الوقت. ملي كنحطوا الفلفله والبصله وهذا كيكون معاها الطون، يعني بلا ما نبقاو نديروا الفلفله وعاود نرجعوا لهذا. هاد الطريقه هذه كتجي سهله. هانتوما البنات من بعد ما خلطت هذاك الطون والفلفله غنبقى نهز القياس اللي بغيت، ها هو مخلط معاه الطون وكل شيء، يجينا الطريقه سهله. وها لاصوص ديال مطيشه من بعد ما وجدات، صراحه كتجي كما قلت لكم المذاق ديالها بحالو بحال اللي كنشريو في العلب في المحلات. وهنايا البنات عندي الزيتون، حيدت منه العظم، كل زيتونه قسمتها على 2. وهنايا البنات عندي الفرماج الاحمر والموتزاريلا، حكيتهم في الحكاكه الغليظه، هانتوما كتشوفوا يعني في غليظين. وغادي نزيد عليهم معلقه كبيره ديال الزعتر اللي يعني نقيته وحكيته هكا بين يديا، وغادي نخلطوه معاه باش ملي نديروه ما نعاودوش نديرو الفرماج ونعاودو خصنا نديرو عليه الزعتر. غنخليو غير الزيت اللي مرقده فيها يعني ورقه سيدنا موسى والزعتر والسودانيه، وهذا هي اللي غنديرو من الفوق. ها هو الفرماج من بعد ما خلطت معاه داك الزعتر. بهاد الطريقه كتجينا سهله ملي كنبغيو نصايبوا الكميه كثيره. هانتوما البنات دابا درت لاصوص كله للبيتزا. دابا غادي ندير هذيك الفلفله والثوم، هما كما قلت لكم ملي كتهزوا راه كتهزوا الثوم والفلفله وكل شيء، كتجي القضيه يعني سهله وبسيطه. هانتوما البنات دابا درت الفلفله وداكشي اللي غادي ندير. دابا غادي نبدا ندير الفرماج، وغادي ندير ديك الزيتون اللي قسمت كل زيتونه على 2، غادي نديروه بحال هكايا. وغادي نديرو هذه البنات الزيت مرقده فيها هذا اليازير والسودانيه، المهم الزيت ديال البيتزا. غادي نديرو واحد شويه هانتوما هنايا وصافي هكا. وغادي ندخلهم البنات للفران، يعني غير يبدا داك الفرماج يبدا يطيح نحيدوهم، حيت انا كما قلت لكم بغيت نحتفظ بهم في المجمد. والسيده اللي غادي تدي من عندي الكوموند حتى هي هكا دير ليهم، يعني
غير غادي يبدا يهبط الفرماج كما قلت لكم، غادي نحيدهم ونخليهم حتى يبردوا. وغادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير باش نديرهم في المجمد حتى يجمدوا. عادي يمكن لينا نستفوهم في بواطه او نجمعوهم في ميكا، ومن احسن بواطه باش ما كيطيحش ليهم داك الفرماج من حتى حاجه. وملي كنبغي نجبدوهم نكونوا مسخنين الفران ونحطوهم في الفران يتحمروا شي شويه من التحت ويذوب داك الفرماج مزيان. وبالصحه والراحه البنات. نتمنى تكون هاد البيتزا ديالي عجبتكم، والطريقه ديالي يعني وصلتها لكم، حيت بزاف البنات صراحه اللي ضايقينها ولا اللي شايفين عندي كيقولوا لي بغينا الطريقه ديالك ديال البيتزا. وهذا الشيء علاش درت لكم هذا الفيديو واخا طويل شويه باش نشرح لكم كل شيء. هذه هي الطريقه اللي كندير. كنت بغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش غادي ندير باش نجمدهم ومن بعد نجمعهم. انا ما غاديش نجمدهم عندي في الدار، السيده غتجي تاخذهم هكا طريين وغتجمدهم من راسها. غادي ديرهم في الفريغو حتى يجمدوا ليها، وعاد غادي تجمعهم في البواطه. المهم هذه هي الطريقه ديالي. وبسلام عليكم البنات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. وبسلام عليكم.